بعد فترة من اعتقال الرئيس محمد نجيب، ابنه فاروق جاله وسأله: يا بابا انت كنت رئيس للجمهورية فعلا؟ الرئيس محمد نجيب استغرب من السؤال وقال له: ايوه يا ابني، بس ايه اللي خلاك تسأل السؤال ده؟ الكلام ده ماضي وانتهى. فاروق اداله كتاب من كتب المدرسة مكتوب فيه: وجمال عبد الناصر هو اول رئيس لمصر. نجيب خد ابنه في حضنه وقال له: ما تزعلش، دي إرادة الحاكم مش إرادة الشعب. وافتكر يوم 14 نوفمبر سنة 54 لما وصل قصر عابدين لقى عبد الحكيم عامر في انتظاره وقال له: مجلس قيادة الثورة قرر إعفائك من منصب رئيس الجمهورية. الرئيس محمد نجيب ما اعترضش وخرج من مكتبه وفي ايده المصحف، وعبد الحكيم قال له: هتقعد في فيلا زينب الوكيل كام يوم وبعدين هترجع بيتك. لكن الفيلا اتحولت لمعتقل المرج، والكام يوم بقوا 29 سنة. بيحكي الرئيس محمد نجيب عن يوم نقله للمعتقل وبيقول: بعد ما وصلنا ضباط وجنود البوليس الحربي هاجموا على شجر البرتقال واليوسفندي ياكلوا منه، وخدوا كل اللي كان في الفيلا من اثاث وسجاجيد ولوحات وتحف وسابوها على الارض، حتى المطابخ والثلاجات والحلل خدوها في عربياتهم. وابتدت الايام الصعبه، كان بينام على سرير مكسر وممنوع يقابل حد او يتكلم مع حد، والحراسه موجوده في كل حته حتى اوضه نومه، واولاده ومراته ممنوع يخرجوا بعد ما الشمس تغيب لحد الصبح. والحراس كانوا بيستمتعوا انهم يصحوه من النوم في عز الفجر على صوت الرصاص ويقعدوا يضحكوا، وما كانش بيلاقي حتى يدفع فلوس تعليم ولاده وعلاجهم، واستلف من كل اللي يعرفهم، ومن كتر الذل وتحت ضغط ولاده عمل اكتر من شكوى لعبد الناصر وعبد الحكيم عامر، لكن ما حدش عبره، وبقى يبكي ويسال: انا عملت ايه لكل ده؟ حتى لو غلطت ما استاهلش العذاب ده كله. وبرغم كل العذاب لما حصل عدوان 56 طلب يتطوع في الجيش، وبعت خطاب لعبد الناصر قال له: لو شاكك فيا انا مستعد اعمل عمل انتحاري ضد العدو. وكان رد عبد الناصر بنقله من معتقل المرج المعتقل في نجع حمادي، وهناك لما سال في مره: احنا فين؟ ضابط صغير ضربه. في اللحظه دي صعبت عليه نفسه وتمنى يموت بعد ما شاف شاب صغير بيتجرأ على رئيس جمهوريه ولواء سابق. لكن نجيب كان نفسه يشارك في المعركه باي طريقه، فقرر يتبرع بكل رصيده في البنك وهو 5 جنيه للمجهود الحربي. بس الرد على التبرع كان رساله سب وشتيمه وسخريه. ومأساة الرئيس محمد نجيب الكبيره كانت في ولاده. في يوم ابنه الكبير فاروق مخبر وقفه في الشارع وقال له: ابوك كان خيال مقاتل الثوره، لا اكتر ولا اقل. فاروق ما تحملش الكلام اللي بيتقال على ابوه فاتخانق مع المخبر، وهنا اعتقلوه وقعد في السجن 5 شهور ونص، وخرج متحطم تماما ومريض بالقلب، وبعد فتره قصيره مات. وابنه الثاني علي موتوه في المانيا الغربيه بسبب نشاطه السياسي اللي خلى الناس تفتكر ابوه. ولما جثته وصلت مصر منعوا الرئيس محمد نجيب يستقبل النعش او يقرا الفاتحه على قبره. اما ابنه الثالث يوسف، وبرغم انه كان في حاله تماما فصلوه من شغله بسبب وشايه من واحد قريب شمس بدران، واشتغل سواق اجره. وعاش نجيب في الحاله الصعبه دي لحد ما الرئيس السادات رفع القيود عنه وقال له: انت حر طليق. وسنه 84 مات بعد ما شاف نهايه كل اللي ظلموه في حياته. لو عجبتك القصه ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، لان ده اكبر دعم لينا، واستنونا في القصه اللي جايه. سلام.